عايزه اقول لكم ببقى متفائله وجايه، يعني جايه من البيت اصلا او من قبلها قاعده بحضر الفقره وحاسه ان انا جايه كده سعيده وعندي طاقه. مدام منى سامي اسم غني عن التعريف طبعا لكل اللي عارفين الهاند ميد في مصر وكل الناس اللي شغاله في المجال ده، وعارفين ازاي الست دي ابتدت هي تاني ضلع من مجموعه السيدات الرائعات اللي ابتدوا من مش عايزه اقول من ولا حاجه، بس من حاجات في البيت، يعني اللي هو تبقى قاعده كده قدامها مثلا ايه كوبايه اتكسرت فما تسيبهاش في حالها، تقوم واخداها وعامله منها حاجه جماليه، والحكايه ابتدت ببساطه شديده. فكره يعني اللي بيعمل من الفسيخ شربات زي ايوه ما بيقولوا بالظبط كده، الفسيخ شربات. الموضوع تطور، الشغل بقى احترافي جدا، بقى بروفيشنال جدا، وقلت الكلام ده كمان مع مدام ناهد عبود اللي كانت ضيفتنا من فتره، نفس المنطق انه من الحاجات البسيطه كمان عملنا حاجات محترفه، يعني حاجات فعلا تشتريها انا شايفه شغل رائع النهارده بصراحه. استنوا بقى كمان اقول لكم ان ده من شغل الجميله انا وهند النهارده لابسين من شغل الجميله مدام منى. طبعا انا السيده العظيمه ست ام كلثوم، وهند بقى كمان علشان بتحب الصوفيه والمدرسه الصوفيه وكل ما يتعلق فده الدرويش. انا سالت مدام منى ازاي عرفتي ان انا بحب، يعني شكل الدرويش ده بيجذب انتباهي جدا، ويعني طب بصي يلا بينيها على الشاشه عشان عايزه ابينها جدا. سبحان الله، وجت لايقه بالظبط على لبسي. طب وقالت لك ايه بقى؟ عرفت منين؟ ثانيه واحده، انتوا بتقولوا لنا يلا بس احنا لازم نحكي الحكايه. رباب قالت لها ان انا بحب جدا الصوفيه وبحب جدا شكل الدرويش، بيجذب نظري جدا الراجل الجميل اللي بيلف ده، والفكره دي نفسها فهي عملتها لي. ميرسي جدا يا مدام منى. طبعا ده غير الحاجات الرائعه اللي هنشوفها بقى في الفقره الاولى ان شاء الله. طيب الفقره الثانيه لكل الستات اللي عايزه تخس في الشتاء، واحنا طبعا داخل علينا الشتاء واحنا جعانين جدا. انت كمان هتبتدي؟ انا عايزه اخس في الشتاء وفي الصيف وطول الوقت. انا بس الشتاء بيجوع يا جماعه قوي 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 قوي. طيب الفقره عنوانها يشد جدا لانه بيقول الغذاء الوان. طبعا احنا كلنا عارفين ان كل لون فاكهه او خضار بيبقى فيه الفيتامينات اللي جسمنا محتاجها بانواعها المختلفه، فتعالوا نعرف ازاي نقوي مناعتنا، لان ده مهم جدا بالذات في الشتاء من خلال الوان الاكل المختلفه. وهيكون معانا طبعا دكتور احمد دياب اللي بيشرفنا وبينورنا وطول الوقت بيقول لنا معلومات جديده في ثاني فقراتنا ان شاء الله. نخرج لفاصل نرجع لكم على طول مع الجميلتين رباب الخشن. رجعنا لكم مره ثانيه ومدام منى سامي الغنيه عن التعريف. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا رباب. عارفه مش لاقي حاجه اقولها، يعني انا حاسه ان كفايه كده ان انا اقول مدام منى سامي وخلاص. ميرسي قوي لذوقك. بحييكي والشغل اكتر من رائع، وكل فتره نفس الكلام اللي قلته لمدام ناهد وليكوا كلكم في الحقيقه المجموعه الجميله من السيدات اللي بيشتغلوا مع بعض، ان كل مره بغيب عنكم وارجع لكم بلاقي في طفره رهيبه في الشغل. بالظبط كده، ما هو لازم عشان تثبتي نفسك على الساحه لازم تطوري من الشغل وتضيفي له بقى، تضيفي له حاجات، تضيفي له بصمتك، تضيفي له الجديد، تبقي مواظبه لايه الموضه وتعمليها ايه الحاجات الجديده. طيب اولا يعني انا تاني جميله رائعه قدام ايدك بجد حاجه جميله. وعايزه اقول لكم كمان انه الجديد في كل شغل هتشوفوه الهاند ميد اللي معروف عن مدام منى ان هي كمان دخلت في الازياء، بس هي لسه يعني لسه في البدايات. والبونشور الرائع اللي هي لابساه ده هو من تصميمها ويا ريت نجيبه، ده اول حاجه هبتدي بيها في الحقيقه. والفن الافريقي اللي انا بعشقه كمان. عايزه ابتدي بالقصه دي. انت يعني مقتحمه لسه جديد الموضوع؟ لسه يعني بقول يا هادي، بس انا عايزه حد يزقني شويه ان انا اعمل فوتو سيشن. تعالي يلا اعمل فوتو سيشن، اجيب موديل واعمل فوتو سيشن وكده. يعني انا بدات بنفسي ان انا اعمل حاجه، مثلا عايزه اطلع في برنامج، عايزه اروح مشوار، بس تكون على ذوقي انا. في حاجات بقى انا عايزه اعملها. انت عارفه ان انا بحب البورتريهات جدا. بحب اعمل تابلوهات مثلا ستايلات معينه. فقلت ادخل ده في الاكسسوارز بتاعي وبرده في الملابس. بس انا ملاحظه يعني بعيدا عن الافريقي اللي انت لابساه هتلاقي وفي حاجات هنا افريقي، بس انت كله شرقي يعني. شرقي وحاجات اسلامي، ويعني ما انا كل محود كده اجي تاني للاصل. كل محود لانك هو ده الرائع يعني. هو ده الرائع. طيب تحبي تبتدي بكولكشن اكسسوار لانه ده الاجدد؟ ده الاجدد ونتكلم عنه يا ريت. تعالي كده ناخدهم بقى واحده واحده. استني بقى ناخدهم واحده واحده كده بنتكلم عنهم. يلا انت يعني من كتر الحاجات ما انت واخداها شرقيه. انت انا بتعجبني بتاخدي شخصيات انا عجباني قوي. ايوه الفنانه الجميله فيروز. الحاجه اللي انا بحبها
عايزه زي ما اعلقها على الحيطان عندي، طب كمان البسها بدل مثلا تبقى تابلو، ما احطها على طبق على اباجوره. طيب ما فكرت ان انا البسها، طب هتقول لا يعني؟ بالعكس دي جميله لا طبعا جدا. جميله. فعجبني شكل زي كده، اخدته طبعته. ولي قلب بغرامك يلتهب. طبعته وقويته بمقوى معين، وحطيت له الاكسسوارز المناسبه ليه، وبس حاجه بسيطه جدا وفرقت. انتوا شايفينها يا جماعه قد ايه حلوه وبسيطه جدا يعني. ودي فيروز العظيمه طبعا جميله. الجميله بقى الرائعه الجميله فاتن حمامه. بص حبيت اعمل لها برضو حاجه تناسب مع انها ستايل شرقي شويه او شعبي. ضفت لها برضو الكف، الحاجات اللي هي الخرز، الحاجات البسيطه برضو. ما بحبش يعني، عايزه النظر يجي للوحه نفسها، مش عايزه اللي حواليها يكون يعني كفايه بجد انك تبقي لابسه حاجه حاجه صح. فيها ايقونه معينه من ايقونات. هي لوحدها زي ما انت بتقولي كده ايقونه. بالظبط ايقونه. ده هند بقى. الحاجات اللي انت بتحبها. ايوه هي بسيطه جدا برضو، وزينتها بشويه تزيينات كده. انا مش شايفه انها الموضوع صعب، بس فرق معايا انا كمان نفسيا جدا ان انا بعمل حاجه مش موجوده، بعمل حاجه بتعجب جديدة. الناس وجديده. يعني اول ما عملتها ولبستها انا الافريقيه اللي هي محطوطه على الستاند الكبيره، بس هاخد بالترتيب أوكي. كده وننزل خلاص نزلوا اول واحده دي اول حاجه عملتها. بصي الاستعجاب. ولبستها فعجبت ناس كتير جدا. مع ان الفكره انا ابتكرتها اني اعمل حاجه زي باتش وورك. يعني اجيب مقوى معين كده واشتغل عليه ببقايا الاقمشه، واحط له بقايا برضو الاكسسوارات بتاعت ولادي. يعني ما اتكلفتش اي حاجه، وفي نفس الوقت لما لبستها عجبتهم جدا. يعني انت كمان يعني مش بس دخلتي على حاجتهم اللي مش محتاجينها بالظبط كده. يعني الباتش وورك اللي هو القماش، الكربون اللي هي لابساه قماش بتاع طرحه موجود عندي. قصقصت منه حاجات كده شكلها برضو افريقي، وعملتها ولبستها حلق وحاجات زي كده. بس فكانت مميزه وعجبت ناس كتير. فكرت بقى في اللي بعده، فكرت ان انا اعمل الهنديه، اعمل برضو في هنا افريقيه تانية. طب استني ناخد كده بالترتيب علشان ايه. هاتي الاثنين دول مع بعض. انت كمان دخلتي على المصري القديم، يعني علشان ده بقى اللي هو اللي بيخصنا قوي. هحطهم لكم الاثنين كده عشان تجيبوهم جنب بعض. حبيت اعمل حاجه طبعا مصري فرعوني، فطلعت بالشكل ده. وبرده اللي هي اللي لابسه الوشاح كانت بتعجبني جدا. فكرت ان انا ارسم العين فشلت ليه ان انا ارسمها بنشير انت بدل ما بدل ما تكون مطبوعه. ففشلت، فقلت لا خلينا بقى في المطبوعه لغايه لما اتعلم. لا هتعرفي، عشان انت ما بتحطي حاجه في دماغك على فكره عندك اصرار. مدام منى يا جماعه من الناس اللي عندها اصرار. خليني قبل ما اقول بقى كمان دول من الحاجات اللي كانوا مفاجاه ليا في الحقيقه. مدام منى دول انا حابه انت اللي تتكلمي عنهم. استنى دول كانت استاذه رباب رسماهم، الفنانه العظيمه رباب رسماهم. فحبيت ان انا اهديها بحاجه من شغل ايديها. فعملت اللوحات بتاعتها بالشكل ده. على فكره ده هي لوحات بتاعتي انا رسمها، لوحات كبيره يعني زيت وكده، وحطاها ومعلقاها في البيت ومنزله صورها على صفحتي الفيسبوك. بدور بشوف اعمل ايه حاجه تبسطك تفرحك. كده بقى الناس اكتشفت ان انا بعرف ارسم. لا ده انت استاذه. ربنا يخليكي يا رب. استاذه وفنانه كمان. احنا نشوف دول كمان. داليا هتجيب دول بالراحه بقى كده دول عشان نجيبهم، وندخل بقى على الحاجات بتاعت اللي هي الخط العربي. والخط العربي دي ممكن تكون ضخمه شويه، بس انا بحب البس حاجه زي كده لو هلبس حاجه ساده خالص. يعني في جمله عجبتني جدا مع بعض دي، فخدتها ورحت مديها التصميم ده، وحطيت لها شويه خرز كده مناسب ليها. وانا لو لابسه مثلا طقم ساده خالص وحطيتها بتكفي، ما يتلبسلهاش بقى حلقان ولا هي تعتبر هي صحيح كبيره. بس بصي احنا تحت دلوقتي عند سعاد حسني. اوبا هي كبيره بس بتعتبر بديل للحاجات اللي بتبقى على الملابس. يعني الملابس بالظبط زي كده زي دي برضه. بس هي بقى بتبقى ايه متغيره، يعني اقدر احطها او اغير، اشيلها واشيل مثلا احطها على اسود مره، على اخضر مره، على فيبقى عندي نغير. برضه في السيناوي. دي جميله. السيناوي دي عملت برضه حاجه تتناسب مع الجو السيناوي. ممكن تتلبس على عبايه في رمضان، ادت طابع شرقي.
برضو حلو ممكن أوي. عارفه الحلو فيها ايه؟ الحاجات يعني الكبيره دي، انك لو انت عندك حاجه واحده ساده بالظبط. وابتديتي مثلا تلبسي مره عليها دي وبعدين مره عليها اكسسوري من ده، حاجه تانية انت احيتي اللبس بدل ما تبقى دي ثابته في البلوزه، فبالتالي خلاص هي بالظبط بلوزه كده. شكلها كده. اه انت بتعملي فرايتي يعني. بتحيي اللبس من اول وجديد. انتوا عايزينها وبتغيري. تاني؟ طيب اهو معلش يا مصطفى اهو. اوكي. يعني مفيش- هي حاجه بسيطه جدا والله، ممكن اي حد يعملها يعني، مش ما فيش صعبة. حد ما بيحبش الشغل السنان. وكمان من الحاجات اللي انا بعملها دي مش صعبه، خدتوا بالكم يعني سهلة جدا. الست الجميله دي بتقول ايه؟ بتقول بسيطه جدا، ما فيش حد يعني يعني اي حد ممكن يعرف يعملها. وده تاني المره بجد الالف اللي بقول الناس دي هي بتعمل حاجه مش لا دي تصميمي وبتاعتي ومحدش يشوفها. ويخافوا بقى تتقلد ويخافوا. انا بيجي لي رسائل كتير جدا، طب انت حطاها على ايه؟ طب انت مثبته ايه؟ طب عامله البق ده بايه؟ بقول لهم ماشي، هيبقى اعمله بكذا بكذا يعني بقول لهم كل حاجه لا ما ده بس مفيش وهم على مشكلة. فكره بصي كده كده ما فيش حد بصمته زي الثانيه. أيوة. الا بقى تاني انه حد ياخد الفكره كده ويعملها هي دي انا اللي للاسف انا بعترض على ده، لانه دي فكرتها، هي تعبت وفكرت، وده زي ما بيقولوا حق الملكيه الفكريه. يعني بالظبط. والناس اللي بتشتغل في الفن تبقى مقدره ده وعارفه ده. يعني انا واحده من أيوة. الناس ممكن اعمل ده، لكن انا عارفه ان دي بتاعه مدام منى، يعني مستحيل اعمله لان هو بتاعها. يعني انا في فكره الفوم نفسه خدتها من حد، بس انا طورتها. غيرت. يعني عملت بعدت خالص عن خط الفوم، وابتديت ان انا اخده كعمل شغلي. بالظبط. بس هو الفرق يا جماعه، الخامات موجوده، الخامات موجوده بالظبط. يعني زي ما قلت 100 مره، الجلد موجود، الفوم موجود، لكن انا اعمل تصميم والتصميم. وحاجه مختلفه، هو ده بقى الفكره. ندخل بقى على ديكور يلا البيت. حاضر يا مصطفى اهو. ندخل على ديكور البيت. هنا حبيت ان انا اعمل حاجه اورينتال. ده العشق الاول ده. انا الحاجات بعشقه. بتاعت البيت. انا بعشقه كمان، وبعشق ان انا ادخل على ستايلات مختلفه. كل شويه اغير جو البيت عندي، من شرقي لحاجات اللي هي الفيكتوري القديمه. طب السؤال بقى، انت الخشب نفسه رحتي عملتيه عند نجار؟ ايوه بنعمله انا وناهد وايمان حماد. مدام هاله ليها خط شجر مختلف. الخرز دي. ايوه انا عندي ليها خط مختلف، لكن مدام ايمان ومدام ناهد انتوا واخدين كلنا في الهاند ميد. حاجه البيت. والحمد لله يعني بينا حاجه جميله كده. لما هي تشتغل في حاجه ابعد انا عنها، واساعدها مثلا فيها براي صغير كده. طبعا هم اساتذه يعني. فالحمد لله بينا جو حلو قوي. انا عارفه ده عشان كده فدخلت انا بقى في الحاجات الاورينتال دي بالظبط كده، وحاجات بسيطه جدا. يعني الصينيه دي لو ممكن تنضريها الناحيه الثانيه ممكن يا رباب. دي جايه كده، يعني انا واخداها من حد، هي مطوسه كده وفيها الصدى ده. فانا حبيت ان انا اغير. انا ممكن ان انا اعدلها من ورا، بس انا سايباها كده علشان انا عايزه اوريكم الفرق. ان الصينيه اللي عندكم عملنا فيها ايه، الصينيه اللي ممكن تكون موجوده عندكم ده بتترمي وبتترمي، انا دول هيترموا يعني. طيب ممكن معلش انا الاكسسوار مش هقول لك عاملاهم ازاي عشان زي ما قلت، لكن دي ممكن اي حد نقول له يعني الحاجات البسيطه اللي بتعمل، عشان دي في ناس فعلا كتير خساره عندها حاجات بتبقى محتاجه يعني تريسايكلها. يعني برضو دي بنفس الستايل. ده بوستر. انا بطبع بوستر وبجيب الصينيه بفنشها الاول. لازم اديها الاول حاجه لو هي معدن اديها حاجه بلاستيك علشان تقبل اللون اللي عليها. فبديها اللي هو الدهان بتاع الحوائط. اللي هو لا دهان الحوائط الاول عشان تقبل اي لون يا رباب. بلاستيك عليها بلاستيك الحوائط الابيض عشان تقبل اي لون. اوكي يعني لو هي على المعدن ودهنتي عليها لا مش ما تقبلش. لازم احط لها البلاستيك الحوائط ده بالتجربه. يعني ده مع المحاولات المستمره لحد ما وحاجات فشلت وحاجات كده. فلازم ان احنا وريني الجميله دي قشر البيض. قشر البيض يا جماعه اللي بنرميه. بصوا اتفرجوا على الجمال. استني خليكي زي ما انت هنجيبها. اجيبها لكم انا عندي. طيب مصطفى اخدها هنا. استنى اهي يلا احسن عشان الكاميرا دي جاهزه. بصوا يا جماعه، عارفين شغل اللي اسمه كراكليه او يعني هو الصدف ده؟ يعني ده انا بشبهه بالصدف اكتر من الكراكليه. صح معاكي يعني حق. ايوه بالظبط كده. فانا حاولت ان انا اخليه جنب بعضه ومرتب بحيث يديني شكل الصدف. بصوا صينيه جميله جدا جدا. لما بقدم لضيوفي فيها بتعجبهم قوي، بتعجبهم اكتر من حاجه. انت بتحطي بقى بتقصي الرسمه في الاول البوستر نفسه، وبعدين لازق عليه قشر البيض، وبعدين بديله ورنيش زي ما انت شايفاه كده بيلمع، بحيث ان لو نقطه ميه وقعت ما تاثرش على البوستر
وما تعملش مشكله. فممكن الورنيش طبقه واحده ولا بتدي تنشف وتعملي طبقه ثانيه كده، طبقتين ثلاثه زي ما انت على اساس ان تبقى خلاص معزوله تماما يعني بالظبط كده. تمام. في تابلو برضو هنا بس الاول الحاجات دي نظافتها بتبقى بس يعني بتمسحيها بس مش ما ينفعش تحت الحنفيه، لا طبعا لان ده عمل فني يعني. حتى هاتي اللي جنبك الاول. هو ده اللي انا عايزاه بدور عليه بدور عليه فعلا. ده لوحه تابلو بقى يعني. ده تابلو. ده انا استغليت الصينيه بس عملتها وطيها لقدام شويه. ايوه عشان الاضاءه بتاعتك تسمعي. اللوحه دي عجباني جدا ان هي بتاعت المستشرقين. كان عندي منها بوسترين بس صورتين وانا عايزه اعملها مجسمه. ايأس بقى واقول لا هعملها ما يصحش ما يصحش. فلا طبعا. فعملت حطيت البوستر الاول والتاني جسمت الراجل والست، وجيت بقى للقماش. ما القماش ده اخر حاجه لازم يتجسم اعلى. ايوه هو اقرب. انت كل ما تقربي كل ما تجسمي اعلى. المناديل الكلينكس حطيتها في او حطيت غيرها ورحت مكرمشاها بنفس الشكل ده واديتها نفس درجات اللون اللوحه الاصليه. انا مش عارفه طبعا انتوا يعني لو وصل لكم من الشاشه هتبقوا شايفين التفاصيل، بس انا من عندي تحسي ان القماش فعلا لو مسكتوه كده هيتمسك بجد يعني 3 دي فعلا. واللي انا مبسوطه منه بقى يعني فرحانه بنفسي فيه ان انا عرفت اجيب اللون الارضيه. لان البوستر مش كل الارضيه كان صغير فانا كملت الارضيه. طب تصدقي ان انا ما خدتش بالي؟ ففرحت بنفسي قوي. برافو عليك. نفسي قوي ان انا عرفت اجيب اصلا مربع او مستطيل بس في وسط الصينيه وهي مكمله الرسم يمين وشمال بقى. ايه رايك في اللون الارضيه؟ حلو. انا بقول لك انا ما خدتش بالي ان هو اصلا متكمل بالوان. ففرحت بنفسي يعني. لا بجد حقك تفرحي. الشغل رائع. ايه تاني؟ يلا جدا. الاباجوره. في بقى عملت الطقم اللي ممكن نتكلم عنه لان هو جديد، اللي هو بتاع جمله لا حول ولا قوه الا بالله. اللي عملت منه تابلو. ده الكراكليه اللي هو ده اسمه ده الكراكليه اللي انت اللي بتعمليه في البيت؟ انا اللي عاملاه في البيت. بتجيبي الدهانات بتاعته بتعرفي تعمليه؟ هو بصي هو بيتباع جاهز في مكان في مكتبه مشهوره، بس احنا طبعا لان هو غالي واحنا شغلنا كتير اخترعناه بجد. انا وناهد برضه وايمان اخترعناه ازاي بقى؟ تحطي طبقه اللون وتسيبيها تنشف وبعدين طبقه الغيره. الوان ايه؟ الوان اللي هي من عند الموان، يعني مش عايزه اقول اسمه برضه بس اللي هي من عند الموان، اللي هي البلاستيك اللي بتبقى علبه، اللي هي من عند الموان اللي بتضاف للبلاستيك. اوكي عرفتها. صبغات اللي هي بتبقى صغيره بالظبط كده. عرفتها. بتحطي اللون مثلا اللي انت عايزاه يبان من التشققات وبعدين لما ينشف بتحطي طبقه الغيره بالعرض وطبقه البلاستيك اللون بالطول، فمع السشوار بيتشقق بيبان لك الطريقه دي. لا مش قادره اصدق بجد. وحطيت انا كان عندي بوستر جميل جدا اللي هو محطوط عليه دلوقتي اللي هو لا حول ولا قوه الا بالله. فحطيتها عليه وبس واداني الشكل الجميل ده. برضه عملت الفازه دي برضه الفخار عملتها بنفس التقنيه. وزي برضه ما قلت مدام نهد انتوا دايما تحبوا الحاجات اخوات كده يعني ايه؟ انا بحب اعمل كولكشن. تحبوا ما يحبوش حاجه تبقى لوحدها كده، لا يبقى طقم. ساعات تقول لي الصينيه دي طب اعمل معاها ايه؟ أيوة. لو انت لازم معاها لازم معاها لازم معاها لوحدها. احنا لازم يبقى في كولكشن برضه زي الصندوق والاباجوره. حبيت اعمل حاجه روميو وجولييت كده زي زمان. يلا نشوف. فعملت الصندوق. احنا في بيجيلي خشب. القاعده بتاعت الاباجوره معموله من ايه؟ معموله من رول الكرتون. رول كرتون كده تخين لقيته مع واحد ماشي في الشارع بيحامل القمامه. فعلا انت بتوقفيهم. استنى. ايوه وريني عندك ايه. ايوه بالظبط. لا هو ماشي كده استنى اديني ده فاداهولي. عملت منه طبعا زمان الست دي جزء. لا ده عادي. عرفنا عرفوكي خلاص. عرفنا الموان. انت بتاخدي الغيره دي بتعملوا بيها ايه؟ عملت زي جذع الشجره وحطيت عليه ورق شجر من عجينه السيراميك. اوكي. وعملت الشابو ده عشقي الاول طبعا، واول حاجه بدات بيها ان انا اصنع الشابوهات الاباجوره. انت اصلا بدايات شغلك كانت هم اكسسوارز اساسا. وشابوهات الاباجوره ايوه طبعا انا فاكره كويس. حطيت عليها البوستر وبرده كملته بنفس الوانه، عملت له بقى جو مناسب ليه كده بنفس الالوان والتقنيات اللي في فنانه شامله يعني. بس دخلنا الاول الملابس بس دي لسه ان شاء الله هيبقى يعني مستقبلا ان شاء الله قريب. اكسسوارات هم اكسسوارز يعني. شوفوا ما فيش حاجه يعني الحمد لله الواحد يبقى فيه عنده حاجه في دماغه بيوصل لها بالظبط كده.
انا بقى عاجبني الطقم ده جدا. اه معلش يا داليا خليك معانا مصورات تعبوا كده عشان كل حاجه في حته، بس هنجيبها ونتكلم لحد ما تيجي. الفكره بتجيلك ولا الخامات بتبقى قدامك وتقعدي تقولي طب انا همسك الحاجه تركبي كده وكده لحد ما تطلعي باللي انت لا عايزاه؟ لا، انا في ساعات او بقى عايزه ايه، انا عايزه اعمل كذا، عايزه اعمل اورينتال. تبص تلاقيني عملت بحث لمثلا وحدات زي الوحدات اللي على الطبق او اللي على الاباجوره دي، الوحده نفسها على النت الصوره، فبطبعها وبوظفها. انا هعمل بيها كذا كذا، يعني انا عايزه اعمل بيها صينيه، اباجوره، هعمل بيها طبق، بعمل كوليكشن كده هندي. يعني انا مديني الاحساس الموتيفه دي انها هنديه، فحبيت ان انا اوظفها. احنا هنا صح؟ هنجيبها يلا اهو. الموتيفه دي نفس البراد كمان والشكل كده، عجبني ان انا اعمل حاجه هندي تحفه اصلا. البراد بقى نفسه، البراد ده كان جالي هديه من صاحبتي مغربيه، فطوس شويه لان هو فضي، فطوس شويه. وبعدين حاولت ان انا اديله الوان يتناسب. الذهبي ده علشان يفضل ذهبي كده، الالوان دي برضو ممكن الورنيش، بس انا بستخدم في دي ورنيش مطفي. لا في ذهبي بيبقى شكله حلو جدا، واول ما تدهنيه يبقى بيلمع كده. بعد شويه شهر شهرين تلاقيه طفى، لان انت ما بتديهوش الطبقه العازل دي. سبراي ولا سبراي؟ ده سبراي مط عشان انا مش عايزاه يلمع، بس بعد ما بينشف خالص. طبعا هو السبراي كمان فيه مط وبيلمع، في شفاف، وفي بيديلك درجه اللمعه دي، وفي بيديلك مطفيه عشان لو حطيتيه على الالوان ما يغيرش بقى من شكلها ومن تكوينها. اخر حاجه بقى عشان بيقولي خلاص احنا دي هنتكلم عنها، لا الشابو ده هو اخر حاجه فعلا. الشابو في صينيه هنا، الصينيه الجميله دي. ده في صينيه. استنى انا هجيب الصينيه ثانيه واحده يا جماعه، خليكم زي ما انتم قاعدين اهو. دي برضو انا مجدداها، اديتها برضو الخط العربي لان انا عايش طبعا الحاجه الاورينتال والشرقي. اديتها الخط العربي، عملت لها شابو اباجوره، عملت لها ازاز، عملت لها علبه صغيره. الحاجات دي كلها بتفرق جدا في ديكور البيت يا رباب، لما تعملي انت حاجه من نفسك. والله الله يخليك. اروح ادور على الحاجات عندي اللي بايظه واشتغل عليها. اخر حاجه يلا. والاباجوره برضو دي اللي هي مع الكولكشن الثاني. دي اللي هناك. ايوه اكتشفوها خلاص. تعبناكم معانا. أيوة بتفرق بقى في النفسيه لما انت تغيري كل فتره في ديكور بيتك. فطبعا انت كده هتبقي عايزه محتاجه ميزانيه ثانيه، لكن لو انت عملتي الحاجات دي بنفسك وغيري بقى براحتك، اعملي ستايل شرقي، اعملي ستايل هندي، اي حاجه براحتك، ادام ما بتعملي حاجات من جوه من داخل البيت نفسه، بتطلعي من الحاجات اللي ممكن هتترمي. يعني لو احنا حطينا بقى الصواني اللي هي القديمه دي، لو حطيناها في الصالون طبعا ده بس مجرد حتى كده، حتى ديكور مش لازم تستخدم، شكلها رائع. وحتى لو استخدمناها احنا ممكن نديها برضو طبقه حمايه ونستخدمها عادي جدا، تبقى حلوه. احلى حاجه يا حسن، انا هختم خلاص، بس احلى حاجه فيكي بتقولي ايه؟ الحاجه وطريقتها على طول لازقين في بعض كده، عارفه الطريقه. هي تاني قالت لكم كل الاسرار بتاعه الشغل بتاع الهوم اكسسوارز، وطبعا ده غير بقى ان انتوا تقدروا تتواصلوا معاها مع صفحتها وهي بتقول كل حاجه الصراحه جميله. واحنا موجودين في ورد الفنون يعني. طبعا. ده يعني عشان بس عارفين المنتدى هم عاملينه كده لخدمه الناس، حاجه كده يعني بيجمعوا كل الناس اللي شغاله هاند ميد اي حد بيسال اي حاجه بيردوا عليهم. بشكرك جدا مدام منى، بجد مدام منى سامي الجميله. تسلمي. انا مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم. وانت كمان بجد نورتينا، واحنا مبسوطين اكتر. ميرسي يا حبيبي. وببقى زعلانه لما الوقت الحلو بيخلص، بس الفقره تبقى موجوده بقى وتتفرجوا عليها كتير. شكرا ليكم على المتابعه. الاكل بقى والغذاء الوان دي فقرتنا الجايه مع هند فاضل بعد الفاصل.